انت مش هنصح من البنك. ولو انت انصح من البنك كانت البنوك بتاعت مصر كلها قفلت واحنا كلنا قعدنا في البيت وقعدنا نلعب اللعبه دي. وانا لو حطيت فلوسي في شهاده وخدت قرض بضمان الشهاده دي في البنك وخدت فلوس القرض دي وحطيتها في شهاده تانية، انا كده بكسب؟ انت كده انصح من البنك يعني أنا هو شعرفني بتقول لي. يعني هو دلوقتي البنك دوت فاتح علشان انت حضرتك تاخد شهاده ب 20% فهتاخد قرض بعد كده بيها وبعد كده بعد القرض تسدد بيه. يعني انت يعني في الاول في الاخر الناس اللي بتفكر بالطريقه ديت او مثلا يقول لك ايه يلبس طواقي. لا اصل لا ويقول لك ايه بقى ده انا هاخد كريدت كارد من بنك واسدد بيه كريدت كارد تاني من بنك تاني فانا في النهايه هاخد كاش باك مش عارف ايه. احنا ده يعني ايه استنصاح مبالغ فيه وفي النهايه بنطلع خسرانين منه. فيعني انا عاوز بس اقول ايه، بدل ما انت عمال بتفكر كده ازاي انت هتضحك على البنك وفي الاخر انت مش هتعرف تضحك عليه، فكر ازاي ان انت تجيب دخل بطريقه يعني تكون افضل من كده. لكن ان انت هو ده دخل اصلا؟ ما هو مش دخل، هو نوع من انواع الفهلوه المبالغ فيها وفي النهايه هياخد على دماغه بالبلدي. يعني ايه هتاخد قرض بضمان شهاده عشان القرض دوت هروح بعد كده مسدد بيه او اخد شهاده تانية تسدد لي بيها القرض؟ ما هو في النهايه في رسوم اداريه اساسا بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو 2% وفي ممكن توصل لاكتر من كده في بعض البنوك. وبعد كده انت لما تيجي تعمل سداد معجل ما هو فيها برضه بتاع حوالي 5%. طب انا دلوقتي لما اجي اسدد القرض طب ما انا عندي قرض زائد الفايده اللي على القرض دوت. يعني انا مثلا لو انا مستلف 100,000 جنيه وعندي اساسا القرض ده الفوائد بتاعته 20% و 25%، ما دول هيدفعوا زائد ال 100,000 يعني هدفع 125 في السنه بالظبط في السنه. ده انا كده بحسب له في السنه. انت بقى لو حسبتها 10 لو سنين قرض 10 سنين حط بقى كل سنه 20% ولا 25% على حسب الفايده المحطوطه في الوقت ده، لان انت طبعا عارف المرتبات القرض بتاعها مختلف عن الشهادات والتفاصيل يعني مش عاوز اخوض فيها. لكن في النهايه عاوز اقول انت مش هنصح من البنك. ولو انت انصح من البنك كانت البنوك بتاعت مصر كلها قفلت واحنا كلنا قعدنا في البيت وقعدنا نلعب اللعبه دي. لكن هي الطريقه طبعا مش كده. انت في النهايه معاك فائض من اموالك فبتعمل بيها شهاده، او انت محتاج تشتري حاجه معينه فبتاخد قرض من البنك. ايه نوع الادخار اللي تقول لا بلاش منه؟ انا مش هقول لك على فكره الحاجه اللي ما انصحش بيها، لكن في الفترات ديت ودايما في الازمات والصدمات الاقتصاديه دايما قبل النصاب في طماع. بيقول لك ايه، طول ما الطماع موجود سوق النصاب ايه ماشي بالظبط. فهو الفكره كلها في ايه، يجي حد يقول تاني هات الفلوس هشغلها لك، هو البنك هيديك كام 20%؟ ده انا هديك 70%، هديك 60%. يجي مديله اول شهرين ثلاثه ويظهر مستريح جديد. على فكره الحكايه دي احنا شفناها بقالنا 20 30 سنه ولغايه اللحظه دي لسه بنشوفها والناس ما بتتعلمش. ده اكتر حاجه انا يعني بحذر الناس منها وهفضل احذر الناس منها. راعي ان ده بيبقى نصاب وبيبقى طماع. وعلى فكره هيجي لك بقى في شكل ان هو رجل اعمال، يجي لك في شكل ان هو راجل مستثمر مطور عقاري بقى مش عارف كل دوت دي مناسبه. انا بقول لك على المدخرات اللي كلنا عارفينها ومش هتتغير. عندك الذهب، عندك الشهادات الاستثمار، عندك الدولار، العقارات. بس هتقعد بقى تفكر في مين هيشغل لي فلوس ومين مش هيشغل لي، ده كلام يعني انا بستبعده تماما. لان على فكره الفترة اللي فاتت شفنا نماذج كتيرة جدا وناس بيتنصب عليها وبتروح مدخراتها كلها وبيبقوا طمعانين في 70% عادي وال60% ويفرحوا بشهرين وبعد كده الكلام دوت ما بيبقاش موجود. الحاجة التانية ما ينفعش تخش مشروع علشان يعني حد صاحبك كسب فيه وحقق فيه مكاسب فشرط ان انت لما تعمله يبقى تكسب. لازم تبقى فاهم انت عاوز تعمل ايه. يعني تلاقي مثلا عربية برجر كسبت فيلا كلنا نعمل عربية مع واحد عمل مشروع ليه علاقة بالاكل وشرب يبقى كلنا. لا، لازم تبقى دارس انت هتعمل ايه وعارف وفاهم علشان لما تعمل مشروع تكسب منه. لكن لو انت ما عندكش النو هاو وما عندكش الخبره والمعرفه في ان انت تعمل استثمار، خلاص انا بقول لك حط فلوسك وحافظ عليها في ملاذات الامان اللي احنا اتكلمنا عليها. لكن لو انت عندك درايه بمشروع معين حاول ان انت تعمل مشروع دوت ومش شرط تخش لوحدك يا سيدي. شوف 3 4 من صحابك من قرايبك ووزعوا على نفسكم المخاطره وفي نفس الوقت هيتوزع العائد وتبتدي واحده واحده الامور تكبر.